واش حمو لا صباح نوضوا وقيل نروحوا نروحوا ليكيب نوض هذا غير انا وحما بعد ما وصلت لاكثر مكان مشهور في العالم تادرات الحمراء ولا كما يلقبوها الزوار من الخارج بلانيت روج. هذا المكان مناسب لكل واحد حب يكتشف روحه ويجرب يهرب من الروتين وينقطع عن العالم. هنا قضيت 6 أيام من التخييم وسط اجمل صحراء في العالم، راح تكتشف فيها الطبيعه العذراء وتعود بالاف السنين للماضي وانت تشوف الرسومات والنقوش الموجوده على الحجاره. تخيل برك انك تمشي في نفس المكان الذي مرت عليه اقدم الكائنات والحضارات. هذه الارض اللي تشوفها حاليا بدون حياه كانت بكري جنه خضراء، كانت سافانا. تخيل انك ترقد في وسط الصحراء والسماء هي اللي تغطيك وبقمرها تضوي عليك. من الحق منتصف الليل ما امنتش كميه النجوم اللي كانت فوقي، وفي كل لحظه تشوف فيها سماء يمر شهاب. ولا اكثر حاجه حبيتها في هذا البيبون 7 أيام من المغامره والاكتشاف. تعرفت فيها على ناس حتى هما جاوا من الخارج يشوفوا بلادهم. درنا قعدات شاي وباين الساسي هو نمبر 1 في لاتاي. بلا ما ننسى النادير اللي هو كان شاف ديالنا، وكل نهار كان يدير لنا وصفه جديده، ونهار التالي تلمينا كامل وطيب لنا خبز المله. عش تفاصيل ما تتنساش، وهذا بفضل الله وبفضل لاجونس دو فواياج لاسمالا ترافل اللي كانت الراعي الرسمي لهذه الرحله. نتمنى انتم تاني تجيكم فرصه وتحطوا للصحراء وتقضيوا ايام جميله اكثر من اللي جوزتها انايا. سلام.